السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي احلى تكه مع نادية. هنعمل النهارده كباب الحله بكل تكاته. معانا كيلو من اللحمه المقطعه مكعبات. الحقيقه بحبها اكبر من كده شويه، بس هو عملها يعني قطعها كده فتمام هتمشي برضه. معايا 4 بصلات كبار، مقطعين انصاف بالطريقه دي لاني هفرمهم بعد كده. ومعايا ورق اللورة، ومعايا البابريكا، وكمان في فلفل اخضر لو حابه تضيفيه. هنا معايا الطاسه بوريها لكم وهي بدون اي ماده دهنيه. بسخنها كويس جدا وبنزل باللحمه المقطعه مكعبات دي. بضيف عليها ورق اللورة، وبضيف فصين من الحبهان، والبصلايه اللي كنت حاطاها لوحدها دي هي اللي هحطها في المرحله دي. دي طبعا بتشيل الزفاره، بس اي زفاره موجوده ما بتخليش فيه اي ريحه. تمام. بس هنا وانا بضيف الورق اللوري والحبهان والبصلايه، وهغطيها بعد كده واوطي عليها النار. بس لحد ما هوطي عليها النار لحد ما تتشرب الميه بتاعتها. هوريكم تتشرب ازاي. تعالى بقى نشوف باقي المكونات. هنا هحط البصل بتاعي هفرمه فرمه بسيطه، ما بفرمش قوي، ما بخليهاش ميه يعني قوي، لا ده انا بخليها زي ما بتقطعها بايدك كده. هنا بوريكم الميه، بوريكم اللحمه وصلت لحد فين. بصوا هنا في لسه في ميه، فانا بسيبها لحد ما تشرب الميه دي. كده يبقى تقريبا استوت نص سوا بتاعها. في حله تاني على النار بقى بحط فيها قطعه من السمنه. انا حطاها كبيره شويه عشان خاطر انا حاطه بصل كتير، فعشان ما تبقاش ناشفه، تبقى جوسي كده وحلو. بنزل بعد كده بالبصل اللي انا فرمته في الكبه، او ببقى مقطعاه عادي يعني بايديا، مفيش مشكله. لو وصلتوا للمرحله دي يا جماعه يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو لقيتوا نفسكم بتستفادوا فعلا من فيديوهات. هنا بنزل بالبصل بتاعي بالملح والفلفل الاسود، طبعا حسب كمان انت حطاها، انت حاطه قد ايه. انت بتعرفي تظبطي ملح الاكل بتاعك. حاطه هنا نص معلقه من بهار اللحمه، مش السبع بهارات، لا البهار اللحمه، والملح والفلفل الاسود بس اللي هحطهم في المرحله دي. بشوح في البصل او بخليه يدبل خالص كده. بيكون معايا اهو اللحمه نشفت زي ما انتم شايفين. شوفوا الميه يعني نشفت خالص من الطاسه. بشيل البصلايه اللي انا حطيتها وبشيل الحبهان، بحاول يعني انشله كده من اللحمه. اي حاجه بشوفها قدامي بشيلها عشان ما تجيش تحت، ما تجيش في بق حد. وهنا ادي دبلت البصل، هنزل بقى باللحمه على البصل. صلوا على سيدنا محمد بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو علشان تاخدوا حسنات كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا نزلت بالبصل هنا باللحمه وهقلب كويس، وبعد كده بضيف طماطم، او لا مش طماطم، معلقتين من معجون الصلصه، معلقتين من معجون الصلصه. هشوح فيها شويه دلوقتي بالبصل كده، وبعد كده هضيف معلقتين معجون الصلصه. لايك بقى يا جماعه، ما تنسونيش عشان يوصل لكم باذن الله كل جديد. بالشكل ده هننزل بقى معجون الصلصه، وهقلب فيها شويه، وتبقي محضره جنبك كاتل في غاليه فيه ميه، او مسخنه ميه عادي على البوتاجاز بتاعك. كل شويه بتضيفي ميه، شويه من الميه وتغطي وتوطي عليها النار، تسيبيها تستوي براحتها خالص.
لو اللحمه بتاعتك شاده شويه فبتاخد شويه، يعني ايه اللي هو هتنشف منها الميه، فهتضيفي معلقتين، هتضيفي كوبايه ميه تاني كده، او نص نص، يعني نص كوبايه نص كوبايه. لا لا، لقيتي اللحمه بتاعتك لا حلوه مش محتاجه خلاص، ممكن من اول مره هتضيفي فيها كوبايه الميه، مش هتحتاجي تاني. التكه اللي هنا بقى اللي هي الدبس الرمان، معلقه كبيره من دبس الرمان، بجد بتفرق في الطعم جدا وحلوه قوي. طبعا عايزين تستغنوا عنها مفيش مشكله، انا كنت الاول بعملها عادي من غير الدبس الرمان وكانت برضو بتطلع تحفه. خلاص انا كده اللحمه بتاعتي استوت في المرحله دي. هديها بقى ريحه للفحم، والريحه تحسي ان انتي قاعده عند الحاتي كده، بجد حلوه جدا. حطيت الفحمه وحطيت معلقه من الزيت وغطيت بسرعه عشان اللحمه تاخد ريحه الفحم بتاعي، وقدمت الكباب بتاعي اهو، كباب الحله، بقدم عليه جنبه رز ابيض، بجد يا جماعه تحفه. متنسوش تدولي. يا ريت دعوه حلوه.